ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. شايفين الرقاق القمر بتاعنا؟ الرقاق الفلاحي باللبن الرايب بقى، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. عمايل ايدينا بقى وحياة عينينا، حاجة كده. شوية رقاق يعني عايزة اقول لكم فوق الوصف، بجد يتاكلوا حاف. تعالوا كده نسموا الله ونصلي على الرسول ونشوفوا عملنا شوية الرقاق القمر دول ازاي. انا طبعا كان عندي شوية دقيق، وطبعا كان عندي كيس كمان كيلو على بعض. خدت الكيس الدقيق الكيلو، وخدت بقى من كل كيس كان عندي شوية شوية شوية، لميتهم كلهم يعتبروا كده 2 كيلو الا ربع دقيق. رشيت عليهم رشة ملح ورشة سكر، وطبعا اللبن الرايب بتاعنا ضربته كده في الخلاط او الكبة. انا بصراحة كان الخلاط يعني بعيد عن ايدي، خدت الكبة استقربتها، ضربته كده في الكبة ونزلت كده على الدقيق بيه. وطبعا كده نعجنه بقى كده الدقيق باللبن بقى وشوية مية، عجنة حلوة عجنة محترمة كده. اهم حاجة تعجني كده عجنة حلوة، يعني بكل قوتك بقى وصحتك، ربنا يديمها علينا يا رب. عجنت بقى كده الرقاق بتاعنا كده عجنة حلوة. وضروري نضيف مية، مش ما نعجنش كده الدقيق باللبن صافي، لا، ده يبقى تقيل وما تعرفيش كده تبططيه ويبقى تقيل كده في الاكل. لازم نضيف شوية مية. ضفت بقى شوية مية وعجنته عجنة محترمة. بعد كده بقى سيحت شوية زبدة، معلقتين زبدة على شوية زيت، ويكون زيت حلو يعني، ما يكونش ليه ريحة ولا حاجة. وشربت بقى كده العجينة بتاعتنا لحد كده ما شربت الإيدام بتاعها خالص. شوفوا شايفين المعون بتاعي ما فيهوش كده ولا دقيق ولا سمنة ولا أي سوائل. شربت كده العجينة بالسمنة لحد ما شربتها خالص. وما تخافيش كده وانت بتحطي السمنة أو الإيدام بتاعك، لا، جمدي قلبك. وطبعا الدقيق بيبقى أنواع، في دقيق بيشرب السمنة أو الإيدام وبيشرب السوائل، وفي دقيق لا. انا ولله الحمد الدقيق اللي عندي شرب السوائل وشرب الإيدام بتاعه زي ما انتوا شفتوا معانا. هنا بقى قرصت كده على شوية دقيق الرقاق بتاعنا، وطلعوا بصراحة 26 رغيف. وما تنسوش بقى الرغيف الصغير المقطقط ده بتاع ليليا. انا كل حاجة بعمل لليليا حساب فيها، حاجة كده صغيرة ومحندقة. وبصراحة مش انا اللي باكلها والله، بصراحة بطلعها كده يعني مع اي حاجة عندي وكده بطلعها لله. لازم اعمل حساب لليليا في الاكل والشرب معايا. ولو العجين بعمل كده حاجات زي ما كنت بعمل لعيال العيلة وعيال خواتي، حاجات كده صغيرة على قد ايديهم وعلى قد بقهم، بصراحة حاجة كده تفرح العيال. بحب افرح العيال وبحب اكبر بخاطرهم. هنا بططنا بقى كده الرقاق بتاعنا على الطبلية، والطبلية بتساعد كده على الفرد. تنيت افرد لحد ما كبرت معايا الرغيف، بعدين خدته كده على المطرحة وسويته برضو بالفرادة. وبعدين بقى زي ما انتوا شفتوا كده دخلته الفرن البوتاجاز. وانا طبعا قاعدة كده في المطبخ وحاطة الطبلية. بصراحة طلعت كده دولاب المطبخ اللي هو بعجل جنب البوتاجاز، طلعته علشان اعرف اخد راحتي. وقعدت بقى كده زي ما انتوا شايفين بالطبلية وابطط كده براحتي واخد راحتي. وفي الخبيز عشان ايه البوتاجاز ما يضايقنيش، طلعت دولاب المطبخ بره. وبعد كده بقى خبزنا كده شوية الرقاق بتوعنا براحة بال وبصراحة وبروقان. ايه رأيكم في القمر والحلاوة دي؟ عمايل ايديكي وحياة عينيكي، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. بصراحة الرقاق الطري ما ينفعش يتشري من بره، لازم نعملوه في البيت، وتبقى كده نظافة وعمايل ايديكي وكل حاجة انت عاملاها بايدك. وطبعا اللي بره ممكن الرقاق الناشف اللي هو مثلا بيتعمل صواني او حاجة، انا بجيب ساعات الرقاق الناشف والله من بره جاهز يعني. لكن الرقاق الطري ولا القرص الطرية استحالة اجيبها من بره، استحالة كل الحاجات دي من بره ابدا جاهزة.
لازما انا اللي اعملها بايدي. زي ما انتوا شايفين بقى كده، خبزنا الرقاق بتاعنا بروقان وراحة بال. وتبططي كده على الطبلية، لان الطبلية بتساعد على الفرد. وبعد كده خدته كده على المطرحة وتنطريه كده، ويبقى رقيق معاكي كده وحروفه كده تساويها معاكي. بعد كده بساوي بقى كده برضو بالفرادة على المطرحة، علشان ما تبقاش فيه حرف إيه تخين وحرف رقيق، لا، لازم كله يبقى بسوى بعض. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. والبيت يا بنات اللي فيه عيش وفيه دقيق عمره حاله ما يضيق. الدقيق والعيش خير وبركة في قلب البيت. استحالة يبقى بيتي فاضي من غير عيش ولا دقيق. لازم الحاجات ديت بتدي للبيت كده خير، وتحسي كده ان بيتك مليان خير وان انت شبعانة. لو عوزتي تعملي اي حاجة في اي وقت، ان شاء الله في نص الليل او الفجر هتقومي تعمليها. وطبعا كنت بطلع من الفرن فردة كده قماشة، وحطها كده في الصينية او البلاستيكة معايا، اطلع واغطي، يبقى كده طري معاكي، وتبقي تعمليه بقى كده سندوتشات تحفة زي ما انتوا شايفين، طري كده زي المية معاكي. بصراحة شوية رقاق فلاحي حاجة كده بسم الله ما شاء الله، حاجة كده ما تقوليش لعدوك عليها. مع اي اكل بقى، مربى، قشطة وش اللبن، قشطة فلاحي، عليها عسل نحل مع عسل اسمر عليه طحينة، حاجة كده تحفة. ويا سلام مع البيض المسلوق والبيض المقلي بيبقى طبعا روعة. ويا سلام بقى لو عملت شوية مسقعة وشويتي كده كيلو سمك ولا كيلو ونص سمك، بصراحة بتبقى غدوة محترمة. بجد كده حاجة كده بسم الله ما شاء الله. انا دايما بعمل الرقاق الفلاحي مع السمك المشوي والمسقعة. وطبعا وساعات بنفطر بيه مع البيض المقلي. بس بصراحة انا ما بقومش افطر كده من النوم فطار كده بيض مقلي والحاجات دي، لا. انا باكل اي حاجة، ان شاء الله باكل بسكوت مع كوباية شاي، والحاجات دي بتبقى وجبة غدا بصراحة، او وجبة عشاء. يعني انا ممكن اتغدى او اتعشى، بس ما افطرش ابدا فلافل بقى وفول والحاجات دي زي اي حد، لا استحالة. معرفش. لو عجبكم الفيديو بتاعي يا بنات حطولي لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس.